ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناه على راحتك. النهارده هنعمل مع بعض البيتفور السمنه. هنعمله دايب جدا وطعمه حلو، مكونات سهله واقتصاديه. هنعمله بطريقه سهله وكمان بدون ماكينه البيتفور. هنعمله بالقمع بتاع الكيس كريم شانتيه، طريقه سهله جدا وبسيطه، طريقه تزيين ابسط. اعملي لايك للفيديو، اشتراك في القناه، ودي احلى بيتفور ممكن تعمليه دايب وكمان ما بياخدش وقت، كلها ربع ساعه ونجهز احلى بيتفور. بنعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناه لو كنا اول مره تشوفوا القناه بتاعتي. يلا ننتبه للخطوات خطوه خطوه. معايا المج العادي بتاع الشاي ده، هحطه كوبايه سمنه، والسمنه لازم تكون سمنه متلجه. احطها في الفريزر لحد ما تبقى معايا كتل بالمنظر ده. كل ما السمنه معاكي تبقى متلجه كل ما هتديكي نفس النتيجه بتاعه الزبده بالظبط. وكل كمان ما البيتيفور اول ما يخش الفرن هيحتفظ بالرسمه بتاعته والشكل بتاعه وما يسحش مننا، فلازم السمنه تكون متجمده في الفريزر بالطريقه دي. نفس الكوباية اللي هعاير فيها السمنة هي اللي هعاير بيها كل المكونات التانية. هضيف نص كوباية من السكر البودر، ولازم هنا يكون سكر بودر. يبقى كوباية من السمنة ونص كوباية من السكر البودر. وهنجيب المضرب الكهرباء، وهنبدأ ان احنا نضرب على سرعة واطية الاول لحد ما السكر يختفي، وبعد كده بنعلي السرعة لحد ما تبقى عاملة زي الكريمة بالظبط ويفتح لون كده السمنة. يبقى السمنة المتلجة بتديني نفس النتيجة بتاعة الزبدة. ونقلب كده زي ما انت شايفة كده بالمضرب، نضربها كويس جدا لحد ما تضاعف الحجم بتاعها ويكون لونها ابيض. طريقتها سهلة وبسيطة، وممكن كمان نستخدم المضرب اليدوي بس هياخد مننا مجهود شوية عشان نوصل للنتيجة دي. زي ما انت شايفة كده السمك تقيل واتمسك مع بعض. هبدأ انزل بالبضاية. البضاية بتكون بدرجة حرارة الغرفة، وهبدأ انزل بيها وعليها كيسين كده من الفانيليا. وهنكمل ضرب بالمضرب الكهرباء برضو لحد ما البضاية دي تختفي خالص. يبقى المكونات عبارة عن ايه؟ كوباية من السمنة المتلجة، نص كوباية من السكر البودر، بضاية بدرجة حرارة الغرفة، ومع كيسين كده من الفانيليا او ربع معلقة صغيرة لو كانت الفانيليا بتاعتك سائلة. بس كده، ونضرب بالمضرب الكهرباء لحد ما يتضاعف الحجم بتاعه ويتقل بالطريقة دي. مكونات سهلة جدا وبسيطة. بس كده اتفضل معانا الدقيق وخلاص كده خلصنا المكونات. ما بنحطش بيكنج باودر، ما بنحطش لبن، ما بنحطش اي المكونات دي. مكونات سهله وبسيطه جدا. هننزل بالدقيق. مقدار الدقيق هنا بيكون على حسب نوع السمنه. في سمنه بتاخد معايا كوبايتين من الدقيق، وفي سمنه بتاخد كوبايتين وربع من الدقيق، فعلى حسب نوع الدقيق. فالاول بنعمل ايه؟ بنضيف كوبايه ونص من الدقيق ونقلب كويس جدا لحد ما نشوف العجينه بتاعتي. وطبعا ذره الملح دي اساسي معانا. هنقلب كده بالطريقه دي لحد ما نشوف نوع السمنه بتشرب دقيق ولا لا. بالطريقه دي. طبعا هنا نستخدم ايدينا. هنا مش بعجن، هنا بس اللي انا بقلب، ما نعجنش عشان خاطر ما يبقاش معانا البيتيفور او البسكوت ما يبقاش معانا ناشف. فلما نقلبش حاجه بسيطه كده بصوابعنا، نخلط الدقيق في السمنه مش اكتر. طيب مقدار الدقيق هنا اخد مني كوبايتين وربع من الدقيق. ممكن انت ياخد معاكي كوبايتين لحد ما توصلي للنتيجه اللي هقولك عليها دي. بتوقفي انك تضيفي الدقيق، لان مقدار الدقيق بيختلف على حسب نوع السمنه او على حسب نوع الدقيق ذات نفسه. في دقيق بيشرب سوائل وفي دقيق ما بيشربش. زي ما انت شايفه كده خلاص اتكونت معايا عجينه. هنا بضيف معلقتين بس كده بحيث ما تلزقش معايا. عايزينها عجينه طريه بس ما تلزقش. وزي ما انت شايفه انا مش بعجن، انا يا دوبك بس بدخل الدقيق في السمنه عشان خاطر ما يتكونش للعجينه بتاعتي عرق ويطلع معايا ناشف. خلاص كده بصي طريه خالص معايا وفي نفس الوقت ما بتلزقش. دي القوام اللي انا عايزاه. هقسمها نصين، هعمل نصها بالكاكاو ونصها هخليه ساده. طيب البكاكاو هضيف معايا معلقه من الكاكاو، عليها ربع معلقه من السمنه عشان نعدل السمك بتاع الابيض، عشان نضطر العجينه اللي بالكاكاو فنضيف لها ربع معلقه من السمنه لحد تبقى معايا طريه بالشكل ده. بعد كده هنستخدم القمع ده بتاع الكيس بتاع الكريم شانتيه، واضغط عليه كده بصبعي ويطلع لي الشكل ده زي ما انت شايفه بدون ما نستخدم الماكينه بتاعه البيتيفور. العجينه طريه جدا وهتشكل معاكي بمنتهى السهوله. ده شكل الوردات. وبعد كده هنعمل شكل
الصوابع بالطريقه دي، ادخل العجينه كده لجوه واسحبها واقطع على حسب الحجم اللي انت عايزاه. زي ما انت شايفه طريقتها سهله جدا وبسيطه. عشان خاطر نسوي تسويه صحيحه فهنعمل ايه؟ هنضيف في الصاج اللي هو بالشوكولاته، نضيف كده وردتين من الابيض عشان خاطر نشوف ان الابيض لو استوى فهيكون الشوكولاته استوى، لان الشوكولاته ساعات ما بيكونش واضح معانا في التسويه كان استوى او اخد لون او لا. وهنا بشكل الابيض بالطريقه دي، وهنا كده خلصت التشكيل. طلع معايا صاجين، الكميه دي كلها بيدخل على درجه حراره بتكون سخنه لمده ربع ساعه، بس درجه حراره هاديه يعني 180 كده، عشان خاطر ما يتحرقش مني لان هو خفيف، ولازم نكون مسخنين الفرن عشان خاطر ما يسيحش مني. كده خلصت تشكيل الصاج التاني زي ما انت شايفه. هنا بقى بقولك التسويه بتاعتي، اول ما شفت الوردتين البيض خلاص كده اخدوا لون بالطريقه دي، اعرف ان كمان الشوكولاته اخد لون، لان هو مش بيكون واضح معايا زي ما انت شايفه. اول ما ياخد لون من تحت بالطريقه دي بفتح له الشوايه ياخد لون ذهبي كمان من فوق. هنا عملت معاكم مربى كنت عاملاها في فيديو قبل كده، ممكن اسيبها لك في صندوق الوصف تحت العنوان بالظبط عشان ممكن تشوفيها. ومعايا شوكولاته، ومعايا فول سوداني مكسرات بالطريقه دي، ومعايا فرماسيلا الوان، ومعايا جوز هند، وده التزيين بتاعي واي تزيين متوفر عندك. ده شكله بعد ما طلع معايا محتفظ بالرسمه بتاعته، ومحتفظ كمان بالشكل بتاعه بالطريقه اللي انت شايفاها دي. طبعا الكميه دي كلها مش بمقدار واحد، انا ضعفت المقدار، عملت مقدار تاني عشان خاطر اعمل كميه اكبر، ولكن المقدار ده هيطلع لك نص الكميه اللي انت شايفاها دي. الدواير كده بنحط حته بسيطه من المربى، وبعد كده بنقفلها بواحده من الشوكولاته، وبعد كده نسيح شوكولاته خام على بخار ميه ونغطس كده حاجه بسيطه. وبعد كده تشوفي زي ما انت عايزه تحطيها في الفول السوداني او الجوز هند زي المتوفر عندك. نحطها كده في الشوكولاته، وبعد كده بنحطها في التزيين المتوفر عندك بتزيني، وممكن كمان نسيح شوكولاته بيضاء لو متوفر عندك ونزين كمان بيها. وطبعا عشان خاطر الشوكولاته اللي معايا دي شوكولاته خام، يا دوبك بس مسيحاها على بخار ميه، فهي هتمسك على طول، مش محتاجين نحطها في تلاجة او اي حاجه. بالنسبه للصوابع كده بمسك صبع بالطريقه دي، بس افضي الشوكولاته بالطريقه دي بس كده، مش بنلزق صابع مع صابع عشان بتكون تخينه ومنظرها مش حلو. وطبعا اللي انت عايزاه بتعمليه. العجينه بتاعت البيتيفور دي عجينه طريه جدا وهشه، وفي نفس الوقت طعمها حلو وسهله واقتصاديه وسريعه جدا. كده خلصت كل الكميه بتاعت الصوابع بالطريقه دي. ده كان المنظر النهائي للتزيين. هسيبهم كده من بره لحد ما الشوكولاته بس تنشف، وهي هتنشف بسرعه مش تحتاج مننا تلاجة. وده الشكل بتاعه دايب جدا زي ما انت شايفه. اهم حاجه نتبع الخطوات اللي قلتلك عليها في الفيديو، تعملي لايك للفيديو، اشتراك في القناه لو كنتي اول مره تشوفي القناه بتاعتي، وفعلي الجرس عشان يوصلك معايا كل الفيديوهات الجديده اللي انا بعملها اول باول. اشوفكم في وصفه تانية جديده سهله وسريعه.